السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله الصابون السائل اللي هنعمله مع بعض النهارده بجد تحفة. شوفوا تقولوا عامل ازاي، روعة روعة روعة. وكمان عاملينه بطريقة مبسطة جدا جدا، ان شاء الله تنول اعجابك. عاملينه بكيس سان لوكس اللي انتوا شايفينه ده، تحفة بجد، وبريحة الليمون روعة روعة روعة، ان شاء الله ينول اعجابك. انا خففته في 7 لتر، وهو تقيل، لو حبيت احط تاني مية هحط. طبعا هو مكتوب فوق يخفف في 8 لتر. اللي انت حابه، عايزه تحطي 6 لتر، عايزه تحطي 7، عايزه تحطي 8 زي ما مكتوب، مفيش اي مشكله خالص، حسب ما انت يعني حباه خفيف او تقيل. شوفوا تقولوا عامل ازاي. وان شاء الله هوريكم الرغوه دلوقتي. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناه ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملي الاشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايب ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناه. هنشوف الرغوه بتاعته مع بعض. بصي يا حبايبي، انا جبت كده ميه عاديه خالص من الحنفيه اهي، وهناخد شويه من الصابون السائل اهو. تمام، هناخد شويه صغيرين اهو، شويه مش كتير. رغوته حلوه قوي قوي. مش هجيب اي سلك ولا اي حاجه، هعمله بايديا كده. رغوته تجنن، وحاطه شويه صغيرين زي ما اوريكم كده. رغوته جميله جدا جدا. بصي الرغوه بتاعته بقت عامله ازاي، هتقع مني. تغسلي بقى بيها المواعين، ريحته تحفه. ريحه الليمون مش عايزه انت اما تجيبيه وتجربيه. ريحه الليمون بجد تجنن، هتخلي ريحه الكوبايات، الاستانلس، الاطباق تحفه. زي ما انتم شايفين كده، بس رغوته تجنن اهي. ايه رايكم بقى؟ وعملناها بكل سهوله الوصفه دي بدون اي تعب ولا اي حاجه. ايه رايكم؟ شفنا الرغوه مع بعض بجد تجنن، وعملنا كميه جميله جدا من الصابون السائل هتقعد معانا فتره طويله. ايه رايكم بقى في الوصفه دي؟ بجد تحفه، وتقولها بجد جميل جدا جدا. يلا بقى بينا على الوصفه عشان نشوف ازاي عملناها مع بعض. بس قبل ما نبدا الوصفه كده نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يا حبايبي هنعمل احلى صابون سائل مع بعض، حوالي 8 لتر بصن لوكس، تحفه بجد. انا عملت معاكم قبل كده وصفتين، بس كان باسامي مختلفه. واحد كان اسمه تقريبا سوبر فوكس، والتاني مش فاكره اسمه، بس بجد بيعمل حوالي 8 لتر. حلو جدا جدا، واحسن من اللي بيشتري بره، بجد موفر. هنعمله مع بعض. هفتح الكيس لحظه واحده. ده كيس معجون اهو زي ما انتم شايفين كده، وكمان كيس بودره معاه اهو. كيس معجون وكيس بودره. الوصفه اللي انا كنت عملتها معاكم المره الاخيره كان جواه كيس المعجون بس. ده زي سوبر فوكس كده، جواه كيس البودره وكيس المعجون. تمام، هفضيه معاكم في حاجه اهو يا حبايبي. هحاول اقصه كده زي ما انتم شايفين اهو. ده المعجون اللي فيه كده. كده حاطين المعجون كله اهو زي ما انتم شايفين. هنحط بقى البودره اهو، وهنفضيها كده زي ما انتم شايفين. دي البودره اهو. اهو يا حبايبي، يبقى كيس فيه بودره وكيس فيه معجون، وهنحطهم كده وهنقلبهم كويس مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. اهم حاجه التقليب. انت تدمجيهم قوي مع بعض. تمام، تاني تقلبي فيه كده لغايه ما المعجون مع البودره يدوب خالص، يبقى سايل منك كده. انا هقلبه شويه وارجع لكم. بصوا يا حبايبي بقى، بعد ما قلبته بقى سايل كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا، اهم حاجه التقليب اهو. بقى سايل كده. هجيب بقى الميه اهي يا حبايبي. دي ميه عاديه خالص من الحنفيه. دي 7 لتر ميه. تمام، انت عايزه تنقصي الميه مكتوب على الكيس. بصوا يا حبايبي، مكتوب على الكيس 8 لتر ميه، يخفف فيه 8 لتر ميه اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام، عايزه تحطي 8 لتر
عايزه تنقصيهم وتخليهم 6 تمام. انا حاطه 7 لتر، وطبعا لو لقيته تقيل قوي هزود ميه تاني. تمام. لحظه واحده، انا هدلق الاول هنا ميه عشان بس اعرف ادلقها جوه الطبق الكبير. بصوا يا حبايبي انا حطيت ميه عليها اهو، من الميه دي نقصت من الميه دي. تمام، عشان اعرف بس انقلها فيه. تمام، هنقلها بقى في الطبق التاني اهو يا حبايبي. الطبق اللي فيه المعجون هندلقه كده. تمام اهو يا حبايبي، هنقلب كويس. صابون سائل بجد تحفه، واحلى من بتاع بره كمان، وموفر معانا. عملنا كميه حلوه. بصوا يا حبايبي بقى، انا بصوا مش عارفه اوريكم هو تقل. بصوا التقل بتاعه عامل ازاي، ولونه كمان جميل جدا جدا. عايزه اوريكم اللون بتاعه بس مش واضح من الاضاءه. بصوا اهو، لو واضح قدامكم. وتقول له بصوا هو لسه تقيل. تمام، انا هركنه كده شويه لغايه ما الرغاوي دي تهدى خالص، وبعدين ارجع لكم. ارجع تاني عشان اوريكم التقل بتاعه، واوريكم اللون كمان بتاعه. انا حبايبي رجعت لكم بعد الرغاوي ما هديت خالص، ما بقاش في اي رغاوي فيها. وكمان اللون بتاعه ظاهر زي ما انتم شايفين كده، لونه جميل جدا جدا. انا ركنته لتاني يوم الصبح. بصوا، والتقل بتاعه عامل ازاي، وما زودتلوش اي ميه تانية. هم ال7 لتر اللي انا حطيته اهو. بصوا تقله جميل جدا جدا. وكمان لو كل ما تقعديه هيتقل معاكي. وعمل كميه، يعني كميه 7 لتر كويسين. ونسيت اقول لكم على سعره عشان لو حد سأل عليه. انا كنت شارياه، بس انا مش شارياه دلوقتي، انا شارياه كده من حوالي 3 شهور. في محلات كده بتعمل عليه عروض. تمام، فكنت شارياه ب20 جنيه. دلوقتي في الوقت ده هو بيتباع ب25، بس برضو موفر. شوفوا تقله تحفه تحفه تحفه. واوريكم التقل كمان برضو. بصوا، بس التقل بتاعه عامل ازاي. طوله جميل جدا جدا. ايه رايك بقى؟ بجد تحفه، يا ريت تجربوا الوصفه دي، حلوه قوي قوي اهو. ايه رايكم؟ وكمان هوريكم الرغوه بتاعته في اول الفيديو. رغوته جميله جدا جدا. طبعا انت حابه بقى يكون خفيف تقيل براحتك خالص. لو انت حابه التقليه عن كده مفيش اي مشكله. شوف التقل بتاعه، ايه رايك بقى؟ تحفه اهو. ايه رايكم؟ يا ريت لو عجبتكم الوصفه تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.